يعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني النادي الأهلي أنجح المدربين اللي صنعوا التاريخ من خلال توليهم النادي الأهلي في مختلف العصور، والملقب من جماهير النادي الأهلي بالذئب، وهذا اللقب لم يأتي من فراغ لأن أرقامه تدل على مكره أثناء مواجهة الخصوم وتعامله مع المباريات الفاصلة في أصعب الأوقات. ومن خلال الفيديو ده استعرض معاكم أرقام مارسيل كولر السويسري منذ توليه النادي الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكالعادة قبل ما نبدأ الفيديو ندعي لإخواتنا إن ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويدوي جرحاهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد الفوز على بلدية المحلة امبارح، المباراة اللي كانت مثيرة جدا، تعال نشوف أرقام السويسري مارسيل كولر مع الأهلي. كولر لعب مع الأهلي 99 مباراة وحقق الفوز في 68 مباراة وتعادل في 21 مباراة وخسر 10 مباريات وسجل 185 هدف و57 كلين شيت. ولعب 26 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، فاز في 17 وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز 46 هدف في دوري الأبطال وحقق 20 كلين شيت. ولعب 49 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 35 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 3 مباريات، وسجل 99 هدف في الدوري المصري وعنده 27 كلين شيت. ولعب 7 مباريات في كأس العالم، حقق الفوز في 4 مباريات وخسر 3 مباريات، مسجل 24 هدف في كأس العالم للأندية وعنده 2 كلين شيت. ولعب 8 مباريات في كأس مصر، فاز في 8 مباريات وسجل 16 هدف في كأس مصر وعنده 4 كلين شيت. لعب 4 مباريات في كأس السوبر، فاز في 4 مباريات وسجل 8 أهداف في كأس السوبر وعنده 3 كلين شيت. ولعب مباراة واحدة في السوبر الإفريقي وفاز بيها. لعب 4 مباريات في السوبر ليج، تعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة وسجل 3 أهداف وعنده كلين شيت. إن شاء الله المباراة ال100 لكولر مع الأهلي هتكون أمام النادي الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. كل التوفيق للنادي الأهلي ويحصد لقبه ال12 إن شاء الله. ودي كانت إحصائية سريعة للسويسري مارسيل كولر، أرقام خيالية طبعا، ودايما الأهلي هو من يصنع التاريخ، ولكن زي ما بقول كل واحد لازم ياخد حقه، وكولر أكيد من المدربين العباقرة في تاريخ النادي الأهلي. وكل التوفيق لكولر وللنادي الأهلي ومن نجاح لنجاح في الفترة القادمة. وفي نهاية الفيديو يا ريت ما تنساش ندعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم امين امين امين. ولو عجبك الفيديو يا ريت تدعمني بلايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان اقدر استمر. والسلام عليكم.